السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله جبت لكم كيفاش غنكملوا هاد الجلابه تاع الجوهره اللي كنا بدينا بالرانده بالعقيق مهرس وعلى شكل بلوطه. كما كتشوفوا عملنا فتحه تاع الثوق كما شفتوا تاع الجلابه. كنخدموا هاد الفتحه تاع الثوق مقلوبه. كنخدموها بحال هكذا على ظهر الجلابه، تنخدموها عادي ومن بعد كنقلبوها كما شفتوا. اما بالنسبه لهذوك الجوانب كنقطعوهم وكنديروا ليهم لوغلي من الجوانب. كما شفتوا غناخذوا الحرير مبروم على جوج شارات وغنديروا الضرس في جوانب هاد الرانده. غنديروا غير الضرس تاع واحد ساهل، اللي بغى يعمل الضرس تاع جوج او ثلاثه يعني كيديروا. يعني لكم الاختيار. انا بالنسبه لهذه غنعمل هاد الجلابه غنديروا لها غير الضرس في الرانده تاع ضرس تاع واحد. غنبداو باللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. كما كتشوفوا انا غنزومي معكم باش تكون الرؤيه واضحه. غنبداو من هذيك التقطيعه اللي عملنا في نص الثوق كما شفتوا. غنبداو من الفوق بحال هكذا، كنشدو في وسط هذيك الحبكه اللي كتكون في الرانده الجوانب. بالنسبه للدقه تاع الرانده لما بغيتوش يكونوا غير مزيانين ومقادين، لما بغيتوش ديروا هاد الضرس تاع واحد ما ديروش. بالنسبه اللي تيبغي تيديرو. كنديروا جوج لويات بحال هكذا وكنطلعوا بحال هكذا، كنرجعوا الخيط وكندخلوا الابره من الوسط هاد الدائره اللي في الخيط وكنعاودوا نعملوا هكذا، كنزيروا شويه، كنمشيو للجانب الثاني حدا هذيك الضرس اللي كونا. غنعملوا جوج لويات كذلك صافي، وكنزيروا شويه باش كيجينا الضرس واقف. كندخلوا من الوسط وكنخرجوا من وسط الخيط كيكون بحال هكذا وكنرجعوه هكذا. كما كتشوفوا الفيديو شرح راسو، هو كيجي ساهل ولكن في نفس الوقت كيجي خفيف ومزيان، كيجي زوين في الرؤيه ديالو. هاد الضرس واحد، ولا بغيتو تعملوا الضرس تاع جوج كديروه او ديروا ضرس البريوه، يعني لكم الاختيار. كتخرجوا من الوسط بحال هكذا وكترجعوا بحال هكذا في الجانب وكتزيروا. كما كتشوفوا ها هو كيبان، كيجي بهذه الطريقه، كيجي واقف وكيجي مزيان بحال هكذا. دائما كتمشيو يعني كديروا حدا يعني الحبكه اللي حداها كتكونوا هاد الضرس بحال هكذا كما شفتوا، وتبقاو غاديين حتى كدوروا بحال هكذا على جوانب الرانده كلها كما شفتوا. اما بالنسبه لهاد الجوانب كنقطعوهم تاع هاد الفتحه تاع الثوق تاع الجلابه، وكنعملوا ليهم تنكفوهم او نديروا لهم لوغلي ما تيبقاوش يبانوا بحال هكذا. وكتدخلوا من الوسط، كتخرجوا من هاد الدائره اللي وسط الخيط وكتزيروا في الجنب ديالها، في الجنب تاع الضرس بحال هكذا. غادي يجيكم مزيان ويجيكم واقف كما كتشوفوا بحال هكذا. بالنسبه هاد اللي كنخدم فيها هادي راه جلابه تاع الجوهره، كتجي زوينه وخفيفه وكذلك كتجي راقيه بهذا الموديل تاع هاد الرشمه اللي درنا في الرانده تاع البلوطه بالعقيق المهرس. يعني موديل حديث وراقي. كنبقاو مستمرين بحال هكذا بتتابع. كنمشيو حدا يعني كنمشيو حتى الضربات ضربه ضربه وكنكونوا الضرس بحال هكذا. كنخرجوا دائما من وسط الخيط اللي كيكون داير وكنجمعوا من الجانب بحال هكذا، كيجي الضرس واقف وتيجي مزيان كما كتشوفوا. كنبقاو غاديين
حتى كندوروا على جوانب الراندا كلها من الجوانب. كما قلت لكم الدرس اللي كيعجبكم يمكن ديروه، يمكن ديروا تاع 3 اللي يعجبكم، تاع 2 اللي يعجبكم، وكتبقاو غادي مستمرين. غندخلو من الوسط وغادي نجمعو من الجانب كما كتشوفوا، وكنبقاو بحال هكذا حتى كنكملو. بالنسبه لهاد نصف الطوق انا خدمته بزوج شعرات. يمكن نتوما تقدروا الا خدمتو بثلاثه الشعرات غديروا حتى الضرس اللي في الجوانب بثلاثه الشعرات. خدمتو بزوج شعرات كديروا الضرس كذلك بزوج شعرات باش كتجيكم الخدمه زوينه وانيقه في نفس الوقت. كما شفتوا دابا غنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الدوره كلها تاع هاد نصف طوق بالدرس اللي بدينا. بالنسبه للهبطه انا ما درتهاش معكم تاع نصف طوق، ان شاء الله غنديرها معكم في شي دروس ان شاء الله الماجيين. كما شفتوا انا درت هاد الدرس في الجانب الثاني، كما شفتوا كيجي بحال هكذا، كتجي زوينه به وكيجي خفيف وزوين في نفس الوقت. كيجي خفيف ولكن في النظره ديالو كتجي زوينه كما شفتوا دابا. بالنسبه للهبطه تاع نصف طوق عملت هاد الخدمه تاع الزيكزاك كما كتشوفوا. ان شاء الله غنعملها معكم في شي درس ماجي ان شاء الله. غنبقاو هابطين حتى نهبطوا وكنكملوا هاد نصف الطوق في الدرس. كما شفتوا غنبقاو هابطين حتى كنكملوا. كما شفتوا كيجي رائع هاد الدرس واحد، ونخليكم بألف خير.